الزوجي اللذين سعى إلى هذا الجمع الغفير الذي جمعنا بثلة من الأساتذة في الاختصاص أثروا هذا الموضوع القيم، الموضوع الذي سال عليه الحبر كثيرا قبل وبعد الاستعمار. ورقتي البحثية مثلما تكرم سيدي أو تفضل سيدي رئيس الجلسة هو إيديولوجيات الكولونيالية وتسريد جدلياتها من الغرائب الفولكلوري إلى الالتزام الثقافي. نتأمل في هذه الورقة إلى إبراز ظاهرة تسريد الإيديولوجيات التي أسست الفكر الكولونيالي وتحاول استكشاف تأثيرها في تشكيل نظرة دونية تجاه الثقافات المحلية، كما سوف نتناول مسألة التعبير عن هذا التأثير في الأدب والفن والتراث الشعبي، مع التركيز على التوتر بين الحفاظ على الهوية الثقافية والنموذج الغربي المفروض من قبل الاستعمار الذي لم يكن عسكريا أو سياسيا فحسب بل ثقافيا وإيديولوجيا أيضا. سعى الاستعمار إلى إعادة تشكيل واقع الشعوب المستعمرة عبر فرضه ثقافته، وقد تجلى هذا من خلال التسريد أي إعادة بناء التاريخ عبر القصص والموروثات الشعبية التي تقدم الآخر بها بطريقة مشوهة للبلد المستعمر. وفي المقابل التزم مفكرون وفنانون مثل مولود فرعون، مولود معمري، محمد ديب وكاتب ياسين بالحفاظ على الهوية الثقافية وتجديد التراث، مستخدمين اللغة المستعمر كأداة فنية لمقاومة السلبيات الاستعمارية. طبعا اخترت مدونة هي لمولود معمري، فبالتالي مداخلتي تتقاطع مع المداخلة التي تكرم بها أستاذنا الفاضل بودربانة وكذلك الأستاذة سليمة لوكان. في عجالة سوف أقف عند مصطلح الرواية الكولونيالية التي هي نوع أو جنس أدبي نشأ وازدهر في سياق استعماري خاصة أوروبي خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تتميز هذه الروايات بأنها تعكس منظور المستعمر الأوروبي وتصور العالم المستعمر كفضاء غريب بدائي يحتاج إلى تمدين، وغالبا ما تتعامل إذا مع الشعوب المستعمرة على أنها متخلفة سلبية أو دونية في مقابل الإنسان الأوروبي المتحضر. وغالبا ما نجد هذه الرواية ذات توجه أوروبي مركزي تروى من جهة نظر المستعمر، وغالبا ما تبرر الاستعمار باعتباره مهمة أخلاقية. فنجد فيها صورة الآخر تقدم عنه صورة نمطية عن الشعوب المستعمرة بوصفها غريبة وهمجية. أما من ناحية اللغة والوصف فهي تعتمد على لغة ذات طابع استشرافي تصور الأماكن المستعمرة كعجائبية وغامضة، وكذلك تتجاهل أو تهمش صوت السكان الأصليين، فنادرا ما يسمع صوتهم أو ينظر إليهم كذوي وعي مستقل. وهناك أمثلة كثيرة عن هذه الروايات بصفة عامة، مثلا قلب الظلام جوزيف كونراد. كذلك أيضا نجد رواية كيم التي تصور الهند الاستعمارية من منظور الإمبريالية البريطانية، ولكن مع تفكيك الخطاب الاستعماري تم كشف زيف ادعاءات المستعمر حول التحضر والتمدين، كما تم أيضا إعادة كتابة التاريخ من منظور محلي، وكذلك التركيز على الهوية الوطنية والقومية، فتم عرض التمزق النفسي والثقافي الناتج عن الازدواجية اللغوية والثقافية. والروايات التي تصدت للكولونيالية عندنا الطهر والعطار في رواية اللاز الذي يبرز فيها الصراع الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي مع تحليل عميق لتأثير الاستعمار على البنية الاجتماعية الدينية. كذلك روايات عبد الرحمن منيف وطيب الصالح والأمثال، يعني الأمثلة عديدة ومتنوعة في هذا المجال. إذا لا يمكن للكولونيالية أن تتناغم مع المبادئ والمثاليات التي رسمتها الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية منذ بداياتها الأولى وربما حتى نهاية التسعينيات. وبالرجوع إلى الوراء نجد أنه في نهاية الخمسينيات وفي سياق تاريخي واجتماعي مشحون بالسياسة الاستيطانية التي تبنتها فرنسا الاستعمارية ظهر على
الساحة الأدبية الجزائرية كتاب من الرعيل الأول: مولود فرعون، مولود معمري، محمد ديب، كاتب ياسين، مالك حداد وغيرهم، وذلك كرد فعل على الاستعمار الذي كان قد استولى على بلادهم. طالما سعى هؤلاء الكتاب لإثبات النضج السياسي لشريحة معينة من المجتمع، تلك التي ستشعل الكفاح المسلح لاحقا بعد بضع سنوات وفي سنة 1954 تحديدا. قبل ذلك بقليل قامت هذه المجموعة من الكتاب وهم محمد ديب، فرعون ومعمري بالمجازفة في وصف السكان المسلمين الذين كانوا يسمون آنذاك الأهالي الأصليين، وذلك باعتبارهم شهدوا على وقائع هؤلاء إذا واقع المغير والصعب. فتعتبر هذه الروايات خاصة النجل الفقير لمولود فرعون والربوة المنسية لمولود معمري وثلاثية الجزائر لمحمد ديب هي في مجموعها بالدرجة الأولى سلسلة من التقارير التي تصور بشكل واقعي الطبقات الاجتماعية المسلمة في ذلك الوقت، وهي بشكل غير مباشر تصور الصراخ ضد الظلم ووصف الظروف الكارثية التي يعيشها السكان تحت وطأة الاستعمار. وبالنظر إلى التيمات التي تناولتها الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية في ذلك الحين، لا يمكن تصور تواطؤ هذا النموذج الروائي مع الكولونيالية، بيد أن الكتاب الروائيين الجزائريين لتلك الفترة عوض أن ينخرطوا في هذا الخط الأجنبي كانوا يدفعون بفكرة الأمة الجزائرية إلى الأمام، مسخرين أقلامهم الفرنسية التي كانت بمثابة سلاح تحسيسي. وبالتالي ولدت الرواية الجزائرية بمعناها الدقيق من سياق الاحتجاج الاجتماعي وخاصة في سياق الحرب، ليتوافق تطورها مع فترة الكفاح ضد عنف النظام الاستعماري تجاه السكان الأصليين. وفي حديثه عن ظروف ولادة الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية يشير مصطفى بشرف المناظر والكاتب والناقد الجزائري إلى عوامل سياسية كأسباب ظهور هذا النوع الأدبي في الجزائر، حيث يقول: في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقعت ظاهرة ذات أهمية تتمثل في ظهور روائيين جزائريين باللغة الفرنسية، وكان ذلك من بينهم جزائريين استيقظوا على عدد من القيم ليس بسبب التعليم الفرنسي الذي تلقوه، بل بسبب الاضطرابات التي تخللت تلك الحرب والتكوين الايديولوجي لبعضهم ومشاركة آخرين في الأحداث الدموية في شهر ماي 1945، مثل كاتب ياسين الذي كان في 16 من عمره حين وقعت مجازر الصيف وكان شاهدا عليها. هذا الأدب رغم أنه غير كامل سيعكس لأول مرة في الأدب الفرنسي واقعا جزائريا لم يكن أي كاتب حتى ألبير كامو قد تجرأ على ترجمته وتجسيده على أرض الواقع. نظرا ولأن غالبية السكان الجزائريين كانوا من الفلاحين والأميين يعيشون في بيئة مغلقة، فقد كتبت الرواية بشكل أساسي لجمهور فرنسي، خصوصا لأولئك الذين استوطنوا المدن الكبرى في الجزائر. ومن المهم أن نذكر أن العديد من الكتاب الجزائريين مثل كاتب ياسين قد استخدموا اللغة المستعمر كوسيلة لمقاومة الهيمنة الفرنسية، وقد سعى كاتب ياسين إلى تقويض اللغة الفرنسية من خلال دمجها مع التنوعات اللغوية والثقافية الجزائرية والبربرية. في الحقيقة لغة لم تكن محايدة أو بريئة، بل كانت أداة قوية للتمثيل الثقافي. ومن حين لآخر تصل أصداء هذا الأدب إلى العاصمة الفرنسية، وقد يلقى اهتماما نقديا خاصا في الأوساط الإعلامية التي تحاول أحيانا أن توظفه إيديولوجيا لصالح الدعاية الفرنسية. نعم أستاذ. المرجعية الثقافية الأصيلة. لقد كان الأدب الجزائري الناطق إذا والمكتوب باللغة الفرنسية المرآة التي عكست المجتمع الجزائري بتكامله واستقامته وانحرافه وأسقامه وأحواله المحلية ذات الأواصر المربكة بالعالم المحيط به، وذلك خلال فترة الاستعمار وأثناء الثورة وما بعد ذلك بقليل أو كثير، حتى أن جل هذه الأعمال التي ظهرت خلال هذه المرحلة الممتدة والخصبة اختصت بظاهرة متميزة هي تشبعها بذلك الواقع المفارق الذي كلما سادته أجواء الرتابة تعاقبت عليه ألوان من التقلبات المباغتة من حين لآخر. سأمر في عجالة على نموذج غربك لي أستاذ. الأوراق كثيرة الوقت.
إذا فقط يقول طه حسين في كتابه نقد وإصلاح وفي الكتاب كآبة هادئة حول كتب ياسين، ففي الكتاب كآبة هادئة تصحبه كما يصحبه الحرمان، ليست كآبة يأس وسخط وثورة، وإنما هي كآبة رضا بالقضاء وإذعان للخطوب وانتظار لما يمكن أن يأتي بما يخرج هذه الربوة من هذا النسيان الذي يغمرها الربوة المنسية. يتحدث عن الربوة المنسية الذي يغمرها، ومن هذا الإهمال الذي يعرضها لكثير من الخطوب، ولعل الزمان أن يتيح لهم حياة يشاركون فيها مؤثرين لا متأثرين فحسب، وعاملين منتجين لا مذعنين خاضعين لما يلم بهم من الصروف. شكرا لك دكتورة عملاك على هذا الالتزام. أعلم أن الوقت ضيق ولكننا ملزمون بأن نلتزم هذه الدقائق الممنوحة، نلتزم بهذه الدقائق الممنوحة لكل متدخل أسوة بالمتدخلين